54 مليون. ما غنطلع المستوى ديالي حتى غنسالي معاكم. يا واحد فيكم غيمشي للعرجات يقابل بهايمو، يا واحد فيكم غيمشي ينقي هذا الارض ديالو من اللحظه. لا راه هذا اسمع بعدا التهم اللي عندي شي 7 ولا 8 اللي حاطين التهديد، الابتزاز مع السيف المدن. غادي تسد فمك وغادي تزموا بخصوص هذا الموضوع. ها هو المقابل 54 مليون، 540 الف درهم سنويا. يكفي انك تسد فمك وتخلي المغاربه لا بغا يقمروا يحكوا على جيبهم، انت مالك سوقك، يمشيو يدبر راسهم مجالك انت. خذ 54 مليون وسد فمك. كنقسم لك فمي بالله ما كنتظر الملايين المشاهدات من الفيديو، بالقدر اللي كنتظر واحد 4 ولا 5 ديال الناس يتفرجوا فيه، وعارفكم غادي يتفرجوا فيه حيت عارف طريقه التتبع ديالكم الاشراف بالمدن. في المقابل ديال انه حاطكم في واحد الخانه ديال النكرات ما كيضيعش من الكونيكسيون ديالو دقيقه انه يشوفكم. على قولة الله اكبر، من يسالي الاذان غنكمل معكم البؤساء. الله اكبر وكبيره وثقتي في الله كثيره. يكفي انني النهار الاول قلت لكم بانني هذوك اللي كيعرضوني للتهديد والمضايقات مجرد بؤساء، وانت الدرويش اللي كتبعني ماشي سوق في حياتي الشخصيه، بارك هذاك الشيء اللي فيك كافيك. ولفتيني من النهار الاول كنخرج ونهضر معاك في بعض المواضيع اللي يكفي انك كتستافد منها، وكذلك انا كنستافد منها. انا فاش كنستافد هو انك في ذاك الفيديو اللي كتفرج فيه وداك التفاعل ديالك كيخليني نمشي نبحث في مواضيع اخرى، وما كنديرش هذا الشيء باش كنتسنى منك الجميل ولا تقول لي شكرا. بالعكس كنتمنى غير كونك انت كموظف في المقاطعه من نمشي عندك تسدل لي خدمه كيف انا كنسدل لك ديك الخدمه. انت كتسدل لي وكتعطيني وثائقي في واحد الوقيته اللي وجيزه وبواحد الطريقه اللي زوينه، وانا كنمشي نبحث على المعلومه ونعطيها لك. يعني حنا كنكملوا بعضياتنا. الفرق ديال بعض الناس اللي ما كيتسناش منك تعطيه ورقه ولا ماشي جوج وراق، حيت الورقه كتجي بالتليفون والامور الاخرى كتجي بالابتزاز. عبدو ربي ما عمرو دار الابتزاز وما كيتصل بحتى شي مسؤول. باش نديرها لكم في دماغكم، يكفي ان المسؤول فلان فلاني في الاطار الحياديه والبحث على جوج ديال المواضيع كوني كصحفي كنطرح عليه سؤال: السلام عليكم فلان الفلاني، معك اشرف بالمدن عن جريده اعلام تيفي. غيجاوبني غنعطيه الاسئله، ما غيجاوبنيش ما غنعيط ليه، ما غنصيفط ليه ميساج اخر، ما كاين حتى شي حاجه. ويكفي انني كنتحدى شي مسؤول كيف ما كان نوعه، يا اللي داخل الحبس يا اللي خارج من الحبس، يقول لك بان اسرار فيك ليه اتصل به ولو غير مكالمه هاتفيه عاديه، غير ابيل واحد وانا معك ديك الساعه. يكفي انني نقول لك بانني ما محتاج نبتز باش نعيش. يكفي انني كنخرج وكنلقى داك دعاويد المغاربه وربي كيدوز ديك السلطه وكنلقى راسي عايش باخر. انا الفرق اللي بيني وبينك راه ما عندي 29 عام، حياتي سالت. عرفتي شنو كندير؟ كون الاسره ديالي عندي وليداتي سميتي كتداول وعايش الحمد لله ولله الحمد عايش. المقابل ديالي انا عمري انت دوزتيه في الدومين وما درتي حتى حاجه في حياتك. يكفي انك عايش بواحد البارشوك اليوم اللي كتخبى مورا انك كتدافع على واحد المؤسسه ولا انك كتنتمي لديك المؤسسه. وانا نقولها لكم وسبق لي قلتها لكم في التدوينه باللي ما قدرتوش تطلعوا لذاك المستوى اللي محتاجين المغاربه في القطاع ديال الصحافه ومحتاج المغاربه في قطاع الراي. انا غنهبط عندكم المستوى ديالكم اللي كنقسم لكم فمي بالله، واعتبروا كيف ما بغيتي هذه المساله. ما تدخلش في هذا التهديد، دخلها فين بغيتي انت. ما غنطلع المستوى ديالي حتى غنسالي معكم. يا واحد فيكم غيمشي للعرجات يقابل بهايمو، يا واحد فيكم غيمشي ينقي هذا الارض ديالو من الحجر. حيت عمري كامل دوزتوه في الدومين وما قدرتوش تفرضوا راسكم. واليوم ملي قدرت انا الحمد لله نجي والمغاربه يبادلوني واحد الحب ونعطيهم واحد المعلومه، وليت كنبان لكم بحال شي كابوس. انا راه دايركم انا كيرات والله ما كنضيع دقيقه من الكونيكسيون ديالي باش نشوفكم. غندخل المغاربه في الموضوع باش ما نطولش عليكم بزاف وتعرفوا شنو واقع وشنو هما هاد المضايقات البائسه اللي تعرضت ليها وعلاش غنجي نقولها لكم. واخا كما قلت لكم ماشي صافكم في حياتي الشخصيه، حيت اللي فيكم كافيكم، والاهم ديالكم هو تعرفوا المواضيع اللي كطرا في لونتوراج ديالكم. كتصل بيا الفرقه الولائيه الشرطه القضائيه بمدينتي وكيعيطوا لي بحكم انني عندي واحد الشكايه عندهم، ان شي واحد حط بيا شكايه. مشيت كنتفاجئ بشكون مول ديك الشكايه، بقيت كنضحك. علاش؟ حيت هادو اللي حطوا هاد الشكايه دي سبق ليهم وحطوه في المجلس الوطني للصحافه وما صوروا والو، بحكم ان داكشي اللي كيقولوا خاوي. علاش؟ حيت اشرف خرج وقال للمغاربه ما تقمروش. اشرف سبق لي وهضرت في واحد الفيديو اللي غادي نحط لكم في الليل لتحت ديالو، راه على واحد الشخصيه ديال واحد الشاب اللي هو كان خدام في محل ديال القمر، وان ديك الطابليت ديال القمر ما عرفتش كيسميو داكشي ديال القمر، بدا كيكليكي باش يلعب، كان بغى يلعب 200 درهم باش يربح 600 درهم، يحط 200 درهم في لاكيس وياخذ 400. انا به كيتفاجئ بانه بدا غادي وكيخسر في واحد اللعبه اللي هي كيسميوها هما الشباب بعضياتهم سميتها الرياشه، يعني كتريشك. هاد الام دي جي اس اللي هي الشركه الوطنيه للالعاب والرياضه سبق لي وهضرت عليها في واحد الفيديو وقلت بان المدير ديالها هو مصرافي، ومشاو للقضاء علاش تقول مصرافي وعلاش تقول الرئيس ديالها هو مصرافي. هاد الناس والغريب في الامر انني كنلقى واحد المضايقات من بعض الناس اللي كيعتبروا راسهم صحفيين، ما عرفت كيدافعوا
ما عرفت الله ما عرفت انا ما غاديش نهضر، ولا حتى داك المحامي اللي مول الحواله اللي ما عرفتش انا راه الا جريت معاك راه ما غتربحش. يكفي انك كتسيء المؤسسات وغادي وكدور في الزنقه وكتبين بانك انت كتنتمي لديك المؤسسه وانك كتدافع عليها. اما بالعكس انا ديك المؤسسه انا كنشوفها كيف ما هما تا موقعين كيشوفوا انك كتسيء ليها، يعني بهدوء وباكين باور الشريف، بهدوء بهدوء. يكفي الطرد ديالك من الشراء نتاع راه شوف ما بقاش نهضر بزاف، بهدوء وهبط كواريك مزيان مزيان عند المغاربه، حيت راه ما غتقدرش عليهم. ونهار غنحطك في الصوره قدامهم غادي نعرفوا ديك الساعه شنو كاين، وديك الساعه بيني وبينك القضاء. كيف اليوم ينصفك اليوم في هذا الشيء اللي درتي راه ينصفك في اشياء اخرى اللي بالنسبه لكم نتوما حتى الناس ديال التشريع. هذه رساله لكم، راه ما يمكنش كل واحد يمشي شكايه يبقى يشكي بالمغاربه. الشكايه لا راه هذا اسمع بعدا التهم اللي عندي شي 7 ولا 8 اللي حاطين التهديد، الابتزاز، التهديد برسائل نصيه، انتحال صفه، بقات لهم غير محاوله القتل والاغتصاب ويقولوا صافي راه حتى حاجه. والغريب في الامر واحد المرفوق دايرينه انني انا دايرين لي واحد النمره ديال التليفون ديالي من الواتساب اللي يمكن اي مغربي تكون عنده، اي واحد عنده نمرتي غيدخل الواتساب ديالي غطلع ليه تصويرات بناتي وغطلع ليه نمره التليفون ديالي هكذا وغيسكرينيها ويحطها زعما كون هذا هو المرفوق. يعني راه من لعبوا العار. انا كون كنت واقيلا في التشريع انا على الاقل ندير واحد الباريم مع 50000 درهم. اخويا باغي تشكي باشرف بن مدن ولا بغير اشرف بن مدن 50000 درهم. كان مدان داك اشرف بن مدن صيفط يماه للحبس يتربى و50000 درهم ديالك هاهي. كنتي ماشي مدان هذيك 50000 درهم ياخذها هو وجزء منها تاخذ الدوله ولا تاخذ الدوله كامله. اي تاخذ الدوله اللهم تنتفع الدوله. ما يمكنش واحد بوليسي كضرب به تماره في المحاضر يدي يكتب والنيابه العامه هي خدامه والتليفونات خدامين في الخلقه ووشايه من لا اساس لها من الصحه وتمشي ليا الحفظ هكذا وانت تمشي صافي. هذه ضيعتي ليا وقتي انا من 9 حتى 4 العشيه وصافي. غير مضايقات خاويه. سمعوا البؤساء، سمعوا اللي ما قادرينش ترقاو شي شويه، سمعوا اصحاب 100 فيو و200 فيو كتبداو تقولوا الاف المشاهدات وملي المشاهدات راه كتبقاو فيا. سمعوا راه غنخرجكم للواجهه عند المغاربه وغنحطكم في واحد الصوره اللي غادي تضركم. سمع اشرف بن مدن ما غاديش يدير اشهار القبر، غنقولها لكم هنا. وهادشي اللي كيدير ماشي ابتزاز. يكفي العروض اللي كتجي من اشياء اخرى وما قادرش يديرها. علاش؟ حيت عندي مبدا ديالي باش نقولها لك بشكل مباشر. عندي مبدا وما غنغامرش نقولها. هذاك بغيت الابتزاز ما غنقولهاش في الفيديو الاول انني انا ما باغيش اشهار، ما باغيش الفلوس من هاد الناس هادو، ما غندخلش على وليداتي الفلوس ديال القمر. والمغاربه كيقمروا كيقطعوا من جيبهم وكيشردوا في الاسر ديالهم في حياتهم باش انت تبقى زوين وتبقى انت زوين وتبان بانك جريتيني عندك. انا راه جريتك اشرف سكتولك واللي ما قدرش يسكت لك راه غتمشي تعرضوا لدوك المضايقات القضائيه ديال دوك المحامين البؤساء اللي مازال عندهم العقليه ديال التسعينات والثمانينات ديال داك القضاء القديم. لا الحمد لله القضاء راه تبدل والمغاربه ولاو عارفين شنو كاين. الا بالنسبه لكم ديك الامبراطوريه ديال الابتزاز اللي كتمارسوها عليهم وكتجروها لعندكم وكتقولوا لهم اهدا وانا ندير لكم كلشي وكديروا دور المحامي والبوليسي ودور الصحفي ودور بزاف. صراف راه كيدير دور واحد وكيزيد في حالاته. دابا غندخل معكم في الموضوع. سبق لي وهضرت على الموضوع ديال القمار وكما قلت لكم غادي نحط لكم الفيديو لتحت باش تشوفوه. قبل قال لك اسيدي عرضوا لي واحد الشكايه في المجلس الوطني للصحافه ومشكورين اللجنه ديال الاخلاقيات ملي استمعوا لي راه استوعبوا الفكره ديال انني انا ما درت حتى شي خطا مهني وما قلت حتى شي حاجه. يكفي انني قلت بان هاد الشركه هذه راه كتعرض الناس بزاف د المضايقات. ونهار تحرك المدير ديالها اللي هو يونس مشرفي وقال لك علاش تقول سميتو يونس مشرفي على هو ماشي ما كيدبر شركه وطنيه ديال المغاربه ديالنا. لا علاش تقول بان رئيس مجلس الاداره ديال اكبر منظومه ديال القمر راه هو الوزير ديال التعليم الحالي. شي شكيب بن موسى وزير التعليم الحالي هو الرئيس مجلس الاداره ديال MDGS هي الشركه الوطنيه للالعاب والرياضه للقمر اللي كتشجع الرياضه واللي ما عمرنا شفناها سميتها في شي توني ولا شي حاجه. ما عرفنا نهار دخلت واحد الشركه القمار اخر القبرصيه هي جالسه كتشرط ليا في المغاربه وجالسين مؤثرين كبار كيديروا لها الاشهار وكتدمرهم. عاد ناض هذا السي مشرفي اللي هو على راس هذا على اقدم مدير شركه وطنيه في التاريخ. وغنرجع نهضر على تقارير مجلس على الحسابات وشنو خرج هذا الصحافه وشنو خرج هو كيقول. عاد كيخرج كيبرر وكيتحركوا مع هاد الناس اللي كيدعيوا بانهم فعلا صحفيين وكيدعيوا مجموعه ديال الاشياء. شنو كاين؟ هاد الشركه اللي دخلت ديال القمر جديده عاد خرجت الشركه الوطنيه للالعاب والرياضه اللي هي MDGS تحركت في دعوه قضائيه وحطات عليه وحطات عليا انا في ديك الوقيته نيت ملي حطاتو في المجلس الوطني والحمد لله. الغريب في الامر هو ان الشكايه الفيديو كان في شهر 3 الشكايه تحطات حتى شهر 11. قال لك علاش تقول بان رئيس مجلس الاداره ديال المنظومه ديال القمر اللي هي الشركه الوطنيه ديال الالعاب والرياضه اللي هي ناصيب اللي عندها شي اداره بوحدها. كيقول لك علاش تقول بانها هي راه كدير مثلا
كدير مثلا رئيس مجلس الاداره ديالها هو وزير التعليم، علاش تقول بان يوسف مشرفي هو الاخر؟ لا ما خصكش تهضر عليه، لا ما خصك، لا غنهضر عليه، راه كيدبر واحد، راه اقدم اليوم مدير شركه وطنيه في المغرب. وشنو دار لهاد الشركه هادي وشنو هما الدعم؟ كون كانت كدعم فعلا الرياضه بصح، ما كدعمش الفوام اللي يسكتوا على قبلها. انا ما غاديش نطول بزاف في هذا الموضوع حيت غنرجع ليه باش نهضر معاكم في لي ديتاي فيه على التقارير ديال الحسابات كتقول على هذه الشركه وشنو كدير، شنو المداخيل ديالها اللي فعلا مداخيل خياليه اللي كتفوق التخيل ديالكم، في الوقيته اللي فعلا دخلوا منافسين اخرين جالسين كيشردوا المغاربه. خاصكم تعرفوا بان اليوم وجده راه وصلت لواحد الحاله اللي يرثى لها في القضيه ديال القمر. خاصكم تعرفوا ان اليوم الوسط ديال الشباب في وسط قرايتهم، في وسط التعليم ديالهم، في وسط الاقسام ديالهم، في وسط الجامعات جالسين كيقمروا بالتليفونات ديالهم وبالوريقات وخدامين كيقمروا. خاصكم تعرفوا بانه فعلا اليوم المغاربه ولاو محتاجين واحد 5 دراهم 6 دراهم باش يبداو يمشيو يقمروا الكوطي. وهذا الكوطي فوت ولا طوطو فوت ولا لوطو فوت ولا ما سميتو، هذا الشيء التخربيق هذا كرونو، بزاف ديال الاشياء اللي عاودوا لي عليها المغاربه. كاين واحد اللعبه جايه اللي سميتها الرياشه واللي هي هضرت عليها في الفيديو اللي كاين تحت، كيقول لك بان كيلعبوا واحد جوج مكياج مع مكياج وكيلعبوا بعضياتهم. هما بالنسبه لهم هادشي اللي كيقولها صراف، وهاد الهضره اللي كيهضر على هادشي ديال القمر ما خصوش يهضر عليه. لا ما خصوش نهضر على يوسف مشرفي اللي هو المدير العام ديال هاد الشركه الوطنيه ديال الالعاب والرياضه. لا غنهضر عليك الشريف لانك كتدبر شركه وطنيه اللي من المال العام، وغادي نهضروا عن تقارير مزيد على الحسابات لا اللي في الحقبه اللي قبل منك ولا في الحقبه ديالك اللي ما بقيتش عارفين هما التقارير ديال هاد الشركه منذ التقرير الاول اللي ناط ليه الصحافه كامله كتهضر عليه وكتكذبوا. تقارير مزيد على الحسابات فعلا ماشي دليل على اننا فعلا نتهموا فيه، ولكن ما يمكنش ان واحد المؤسسه اللي هي مؤسسه قويه جدا وكدير البحث ديالها نبقاو نكذبوها بالمقابل على واحد الاشهار ديال 30 مليون ولا 15 مليون في العام ولا واحد 54 مليون في العام ولا بهدوء. بالله عليك يكفي اسرب بالمده النهار بدا الفيديوهات هذا وبدا كيتلونصا شحال ديال الاشارات كيتعرض لهم طرف هاد الناس هادو، وما غاديش نحتاج نقولوا لكم ولا نقول لكم انا كنعطيوني اشهار القمار باش لا ما غنقولوش ما غنديروش باش ما نحطوش لك كاع في دماغك. هذا الهدف ديالي، وانك انت ما تمشيش كاع تقمر ليا. انا اللي بغيت هو انك تحيد عليك هاد المساله ديال القمار، وانا فعلا باش نقول لك ان هاد الناس هادو راه كيضروا. وخرجوا تصاور حصريه ديال الناس ديال الاعلام تيفي، صحفيين ديال الاعلام تيفي اللي ها هما نيش كان الى باقينا راه غادي نشروهم لكم. الا ما حطيتهمش راه غتلقاو في الفيديو اللي تحت ديال الفيديو القديم ديال الشركه اللي دمرات اسر القمر، اللي دمر الاسر وشرد بزاف ديال الناس. غتلقاو تصاور ديال الاباء اللي ما عندهمش ضمير اللي فعلا كيديو وليداتهم يقمروا بهم وسط المحلات. وكاينين بعض المحلات سمحهم الله، وهنا ما كنتهمش الشركه حيت الشركه دايره واحد القانون، غير داك القانون كيفاش كيتطبق واش فعلا كيتطبق وشنو هي الصرامه ديال التتبع ديال داك القانون، وشنو هما الاشياء اللي كديروهم باش داك القانون يتطبق فعلا. ديال دراري صغار يقمروا فعلا، كنشوفوا في احياء شعبيه دوك المحلات ديال القمار فيه اطفال كيقمروا، كنشوفوا فعلا ودي راه مراه كتقمرات مراه. الدري اللي كان مشى تيصوروا في وسط المحلات حتى هذه قال لك علاش تدخلوا تصوروا وسط المحلات الناس كيقمروا؟ لاش السري؟ هادشي ما كيتماشاش مع الاعراف ديالنا والتاريخ ديالنا والتقاليد ديالنا والدين ديالنا والدستور ديالنا. حنا رجعت معاك القانون حتى الدين ما غاتعرفش ليه، نهضر معاك في الدستور ديالنا كيمنع هادشي، كيمنع القمار الى اثرتي بشكل قانوني. فعلا نقولوا خصها تكون الشركه الوطنيه للالعاب والرياضه. تقول لك اصاحبي علاش كتقول هكذا؟ غنقول لك حيت ما كانت الشركه الوطنيه للالعاب والرياضه اللي ولا الاداره ديال اليانصيب او الاداره ديال دوك القمار ديال سونار ما سميتها ديال الخيول، هذيك كون ما كانت كان غنلقاو واحد العشوائيه في القمار. هادو كيدبروا ديك المساله ديال القمار، غير هي الاطار ديال الاشهارات ديالها والتشجيع ديالها اليوم ولا كيكبر بزاف. الوضعيه ديال المغاربه عايشين في فراغ، ولينا كنشوفوا اشهارات ديال واحد تيقول لك بانها راه خصكم تقمر اسهل بروجي باش تكبر حياتك هي تقمر. وهي هذا الموضوع ديال القمر غنرجع ليه، ونبغي نوصل لكم هذه الرساله بسيطه. راه اخر مره غنهضر عليكم، الا جبتوني غادي نكون معكم وبهدوء. بالله عليكم بهدوء، راه مستواكم ضعيف جدا، ضعيف على انكم تبداو تعطيو دروس واخلاق لناس اخرين فايتينكم بسنوات ضوئيه. كنتمنى اي خبير ما حد في الباء يبقى خبير ما حد في الباء. كنتمنى اي واحد تيمشي للمحاكم ديك البلوزه الكحله يحترمها ويقدسها ويعرف المكانه ديالها، ما يبتزاش ويكره الناس في مهنه المحاماه. وكنتمنى كل واحد يدخل في شق صور. وهاودني منكم اعتبروها تهديد لا بغيتو، كيف كتعرضوني نتوما للتهديد بطريقه اخرى. سلام الله عليكم المغاربه.